النهاردة بنفتح ملف بصراحة مهم قوي لأي حد بيشتغل أونلاين أو عنده فكرة عايز يحافظ عليها. فعلا. إزاي نحمي شغلنا، أفكارنا، في عالم ديجيتال كل حاجة فيه بتتنسخ بسهولة؟ بالظبط. المصادر اللي معانا النهاردة مقتطفات من سلسلة اسمها هندسة النجاح الرقمي، امم اللي بيقدمها مهندس عبد الرحمن حسنين، وهو مهندس اتصالات وخبير في الاي تي وكده. تمام. والمصادر دي بتدخل في الموضوع على طول. مشكلة إن أي حاجة بتنشرها أونلاين بتبقى سهلة قوي إنها تتنسخ وتتقلد، فعلا. وده بيخلينا لازم نفكر إزاي نحمي نفسنا من الأول. النقطة الأساسية مش بس إن الفكرة تبقى حلوة وخلاص، لأ، مم. الأهم إنها تكون متأمنة صح. والمصادر دي بتنبهنا لحاجات أخطاء شائعة جدا ممكن نقع فيها من غير ما ناخد بالنا. زي إيه مثلا؟ زي مثلا الحماس الزايد ده، تلاقي الواحد نشر تفاصيل فكرته كلها بدري قوي، بتحصل كتير دي. أو يشاركها مع ناس كتير قوي عشان ياخد رأيهم بس من غير أي ورق أو توثيق. أو حتى حاجات أبسط زي رفع ملفات شغل مهمة، تصميمات مثلا، من غير علامة مائية ولا حاجة. بالظبط. فالهدف بقى إننا نطلع من المصادر دي بخطوات عملية. نعمل إيه بالظبط؟ طيب خلينا نبدأ من الأساس اللي المصادر بتركز عليه، إن العالم الرقمي ده طبيعته مختلفة. تمام. السرعة وسهولة النسخ دي زي ما ليها مميزات ليها خطورة كبيرة. طبعا. أي معلومة ممكن تتحول فجأة لمشروع منافس ليك. عشان كده التحذير الأول هو بلاش ننشر تفاصيل جوهرية في أماكن عامة زي جروبات الفيسبوك مثلا، بالذات بدري. طيب لو مش هننشر بدري، إزاي نثبت إن الفكرة دي بتاعتنا أصلا؟ ممتازة النقطة دي. هنا بقى تيجي أول وأهم خطوة عملية المصادر بتقولها: التوثيق المبكر. يعني إيه توثيق مبكر؟ ممكن يبقى الموضوع بسيط جدا، ورقة وقلم أو ملف تكست على الكمبيوتر. مم. المهم تسجل الفكرة، تاريخ التسجيل ده، هدفها إيه، شكلها المبدئي عامل إزاي، حتى لو رسم كروكي كده. تمام. المستندات البسيطة دي بتعتبر دليل أولي على إنك صاحب الفكرة، ليها وزنها. والنقطة دي بتدخلنا في حتة الأدوات الرقمية بقى، اللي ممكن تساعد أكتر في التوثيق ده، صح؟ بالظبط. المصادر بتتكلم عن حاجات زي إنك تعتمد على تاريخ التعديل في جوجل دوكس مثلا. خاصية الفيرجن هيستوري دي. أيوة. أو إنك تعمل تايم ستامب لملفات PDF، تضيف ختم وقت وتاريخ رقمي للملف يثبت هو اتعمل إمتى وتعدل إمتى. فكرة بسيطة بس فعالة. جدا. وحتى فكرة إنك تبعت لنفسك تفاصيل الفكرة بالإيميل، ده في حد ذاته بيعمل سجل تاريخي موثق. والمصادر كمان بتلمح لمستوى أعلى من التوثيق باستخدام تقنيات زي البلوك تشين. دي حتة متقدمة شوية. ممكن توضيح بسيط؟ البلوك تشين ببساطة شديدة هي تكنولوجيا بتسمح بتسجيل معلومات زي ملكية فكرة معينة بشكل رقمي آمن وصعب قوي يتغير أو يتزور بعد ما يتسجل. يعني زي سجل رقمي مشفر ومحصن. بالظبط كده. والمصادر بتدي أمثلة لخدمات بتستخدمها زي IP Vault أو Proof of Existence. دي منصات متخصصة لتوثيق الملكية الفكرية بالبلوك تشين. تمام، ده كلام مهم عن توثيق الفكرة نفسها. طيب لو هنشتغل بقى مع فريق أو مع شريك، الوضع إيه؟ هنا المصادر بتركز قوي على الأدوات القانونية بقى. أهمها طبعاً اتفاقيات عدم الإفشاء، ال NDA. Non-Disclosure Agreement. أيوة. دي وثيقة قانونية بتلزم كل الأطراف إنهم يحافظوا على سرية المعلومات اللي بيناقشوها أو بيشتغلوها سوا. طب ولو مش متاح نعمل NDA؟ لو مش متاح فالمصادر بتنصح إنه على الأقل يبقى في أي توثيق مكتوب بواضح، إيميلات رسمية مثلا توضح الحقوق وتوزيعها بين الناس اللي هتشتغل قبل ما يبدأوا أي حاجة. منطقي جدا. بس في نقطة لفتت نظري في المصادر دي، حسيتها عكس المتوقع شوية. اللي هي إيه؟ فكرة إن أقوى حماية ممكن ما تكونش في السرية التامة. فهمت قصدك. بالظبط كده. المصادر بتقول إن حتى لو الفكرة اتعرفت تفاصيلها أو اتسربت، ده مش نهاية العالم بالضرورة. إزاي؟ الفيصل الحقيقي اللي بيحسم الموضوع هو التنفيذ. مين بينفذ أحسن وأقوى؟ صاحب الفكرة الأصلي اللي عاشها وخطط لها كويس غالباً بيبقى عنده فهم أعمق بكتير للتفاصيل الصغيرة، عنده رؤية لنظام الشغل وقدرة أحسن إنه يبني براند قوي وثقة مع الناس. ودي حاجات صعب تتقلد بنفس الجودة. صعب جدا. فالتنفيذ المتميز ده هو اللي بيعمل حصن قوي ضد أي حد يحاول يقلد. وكأن المصادر بتقول ركز تكون أحسن واحد بينفذ الفكرة دي، لدرجة التقليد يبقى صعب قوي أو مش مجدي. دي نقطة قوية فعلا. ومن الحاجات الظريفة بقى
إن المصادر نفسها اللي هي مقتطفات البودكاست بتاع عبد الرحمن حسنين بتستخدم أسلوب مباشر قوي في طلب التفاعل. زي إيه؟ زي إنه بيقول للمستمعين الجدد يعملوا اشتراك ويفعلوا الجرس ولايك بسيط بيفرق. صح. ده في حد ذاته بيورينا إزاي استراتيجيات الانتشار والتواصل جزء من نفس العالم الرقمي اللي بنحاول نأمن أفكارنا جواه. ملاحظة في مكانها تماما. طريقة عرض المحتوى وطلب التفاعل ده جزء أساسي من اللعبة الرقمية كلها. يبقى لو حبينا نلخص أهم الأفكار اللي طلعنا بيها، حماية الأفكار أونلاين دي محتاجة وعي، محتاجة خطوات استباقية، أكيد. التوثيق المبكر بكل أشكاله من أول الورقة والقلم لحد البلوك تشين ده أساسي، تمام. واستخدام الاتفاقيات زي ال NDA ضروري لو في تعاون مع حد تاني. صح. لكن يمكن السلاح الأقوى على المدى الطويل هو إنك تتفوق في التنفيذ وتبني براند ليه وزنه. بالظبط كده. والمصادر بتشير إن الخطوة الجاية بعد ما تأمن فكرتك هي إنك تبني علامتك الشخصية القوية، وده هيكون موضوع حلقات جاية في السلسلة الأصلية. وده بيودينا لسؤال أخير ممكن نفكر فيه. هل في علاقة عكسية بين سهولة مشاركتنا لأفكارنا ومحتوانا أونلاين والطرق اللي بنطلب بيها تفاعل عشان نزود الانتشار زي ما شفنا، وبين خطورة إن الأفكار دي تتسرق أو تتقلد؟ سؤال مهم. هل كل ما بنسهل وصول الناس لينا والأفكارنا بنزود في نفس الوقت مخاطر الاستغلال؟ نقطة كده محتاجة تفكير.